صلوا 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 على رسول الله. صلوا 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 على رسول الله. لو عاوزين تعملوا الثلاث وصفات دول من كيلو سمسم واحد تابعوني لاخر الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي مع تيتا فايزة على قناة ست البنات. النهاردة هعمل لكم حاجة جديدة. عندي كيلو سمسم هعمل لكم منه 3 وجبات حلوين، 3 حاجات حلوين بتحتاجيها في البيت. هنعمل منه دقة السمسم اللي بالكزبرة الناشفة، وهنعمل الطحينة، وهنعمل من الطحينة هناخد منها ونعمل الحلاوة الطحينية، وهوريك ازاي تعمليها ان شاء الله. يلا بينا عشان اقول لكم المقادير. المقادير بتاعتي دلوقتي انا عندي كيلو سمسم، وعندي كوبايتين لبن بودرة، وعندي كوبايتين سكر مطحون، كوبايتين سكر مطحون ناعم، و3 كوبايات دقيق، وعندي كزبرة ناشفة وفول سوداني، ولو محتاجاه مش محتاجاه عادي يعني، وعندي فانيليا وملح اخد منه حسب الطلب، وعندي زيت. ودلوقتي هقول لكم بقى هنعمل ايه. واول حاجه هنعملها دلوقتي من ال3 حاجات اللي قلنا عليهم، هنعمل الدقه. والدقه مكوناتها بسيطه، هي سمسم والكزبره الناشفه وملح. ملح ده باخد منه على حسب الطلب. الكزبره الناشفه دي انا محمصاها على النار، هي جت من عند العطار، نقيتها وحمصتها تحميص خفيف كده على النار عشان تطير الرطوبه اللي فيها، وبعد كده طحنتها، حاطه معاها سنه ملح صغيره عشان تحفظها، يعني اللي يفضل عندي يبقى الملح بيحفظه ما يبص مني. وبعدين انا قلت لك ان دول 6 كوبايات سمسم، الكيلو 6 كوبايات سمسم. انت لو عايزه تعملي نص المقدار هتعمل له منه دقه، وهتعملي منه طحينه، وهتعملي منه حلاوه بنص المقدار، يعني بكام؟ ب3 كوبايات سمسم بس، وهتاخدي نص المقدار اللي انا قلت لك عليه. فانا دلوقتي دول 6 كوبايات، هاخد كوبايتين للدقه، وهخلي 4 كوبايات اعمل بيهم الطحينه. فدلوقتي هنقول بسم الله، وهناخد كوبايتين السمسم بالكوبايه الشوب دي اللي انا بعاير لك بيها على طول. ودلوقتي ده العيار بتاعي بتاع السمسم، الشوب مليان ناقص سنه صغيره. هبتدي بقى افضيه في المطحنه بتاعتي، والمقدار والشوب بتاعي ده معايره بيه كل حاجه عندي. هبتدي افضي في المطحنه بتاعتي، يعني انا دلوقتي فضيت حوالي نص الشوب. احط عليه ايه بقى؟ بحط عليه حوالي نص معلقه كزبره ناشفه، وبحط سنه ملح صغيره، ده مع كل مقدار، وانت حسب المطحنه بتاعتك ان كانت كبيره ولا صغيره. وهبتدي بقى اطحنه، ونقول بسم الله. دلوقتي انا طحنته زي ما انت شايفه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هفضيه واوريك السمسم كده، هفضيه في العلبه واوريك. شايفه السمسم مفرول كده، مش معجون في بعضه. بصي مش معجون في بعضه. ده النظام بتاع الدقه بتاعتي. لو زودت عليه الطحن في الكبه، قصدي في المطحنه، هيتعجن ويبقى زي السمسم بتاع ايه؟ بتاع الطحينه. هبقى اوريهولك وانا بعمل الطحينه ان شاء الله، لكن بتاع الدقه هو كده، هو ده نظام، ما بيزيدش عن كده. هفضي بقيه اللي في المطحنه، واحط الجزء التاني. ودلوقتي دول شويه السمسم اللي باقيين في الشوب، هفضيهم. وبعدين لو انت عايزه تدوقي الدقه بتاعتك، تشوفيها محتاجه ملح تزودي ملح، لو مش محتاجه ملح او مثلا ملحها طلع زياده، ممكن تعملي الشويه اللي باقيين دول من غير ملح، تحطي كزبره زي ما قلنا كده، وما تحطيش ملح. لقيتيها مظبوطه زي ما انا شفتها كده، لقيتها مظبوطه، اروح حاطه برده شويه ملح تاني واكمل، وارجع لك بعد ما اخلص الدقه بتاعتي. يا دوب هما لفتين او 3 بلاقيها جاهزه ما شاء الله اهي، جميله. وبعدين انت ممكن تحطي فيها
يعني في ناس بتحط فيها ايه، فول سوداني، بيحطوا كمون، بيحطوا زعتر في الدقه بتاعتهم، لكن انا بحبها الدقه البسيطه دي، واولادي وزوجي وكل اللي في البيت واحفادي بيحبوها كده. يا دوب هي سمسم وكزبره ناشفه وملح، سنه ملح عشان ما تبقاش حادقه بس. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما عملنا الدقه هنعمل الطحينه اللي هنعمل منها بعد كده الحلاوه الطحينيه. فالطحينه هقولك على المقادير بتاعتها. كل كوبايتين سمسم ليهم كوبايه زيت بالشوب ده، ليهم كوبايه دقيق وذره ملح صغيره. الدقيق عايزه اقول لك ان انا لو حطيت الدقيق عادي كده ما فيهوش مشكله، بس انا بحب اديله تشويحه على النار يعني لغايه ما يسخن كده، ما بخليش لون الدقيق يتغير، بيبقى يعني طعمه اجمل. ودلوقتي نبتدي نشتغل. هنطحن بقيه السمسم كله اللي هو 4 كوبايات، هنطحنهم بقى بالطريقه اللي قلت لك عليها للطحينه غير بتاعه الدقه، وهطحنهم وهوريها لك شكلها ايه. بسم الله. لازم ازود عليها الطحن غير بتاعه الدقه، لازم توصل لمرحله العجن اللي انت شايفاها دي. شايفين بقت عامله ازاي؟ زي العجينه، زي العجينه، ولونها غمق غير بتاعه الدقه، بتلاقي لونها فاتح عشان ضربت مره او مرتين فتلاقي لونها فاتح. دلوقتي هفضيها في الكبه بتاعتي اللي انا هكمل شغلي فيها. بصي قطعه ازاي نازله، قطع معجونه. هكمل الكميه بتاعتي وارجع لك. وبعد ما طحنا السمسم بتاعنا ال4 شوبات اللي قلت لك عليهم، ده القوام بتاعها، قوام السمسم لما نعمله طحينه غير بتاعه الدقه خالص. شايفين ناعمه ازاي؟ ناعمه لان الزيوت بتاعه السمسم طلعت خلتها ناعمه كده. فدلوقتي هضيف لها بقيه المكونات بتاعتها بالتدريج. هفضي الاول كوبايتين الزيت، هقول بسم الله وافضي كوبايتين الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كوبايه وادي الكوبايه الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتدي بقى ايه اضرب. هحط لهم سنه ملح صغيره، ممكن تستغني عنها بس انا بحب احط سنه ملح صغيره كده، بس مش هحتاج للملح تاني. وابتدي بقى ايه اضرب الزيت مع السمسم الاول. هبتدي بقى احط كوبايتين الدقيق واقول بسم الله، احطهم كوبايه كوبايه واضرب، وانزل الكوبايه الثانيه. وعايزه اقول لك لازم تصبري على الطحينه شويه، بتحتاج مجهود شويه في الضرب، يعني محتاجه وقت. كل ما بتديها ضربه اكتر كل ما بتديكي نتيجه احسن، بتحتاج خدمه يعني. ونقول بسم الله ونكمل. ده القوام بتاع الطحينه بتاعتي بعد ما خلصتها. قعدت حوالي 10 دقايق لربع ساعه اضرب فيها. زودت عليها الضرب تاني عادي هتديك نتيجه افضل. هفضيها وهاخد منها شوبين عشان اعمل منهم الحلاوه الطحينيه. انا لازمني من الطحينه دي 2 شوب علشان الحلاوه الطحينيه. ودلوقتي انا فضيت الطحينه بتاعتي وخليت منها شوبين علشان اعمل بيهم الحلاوه الطحينيه بتاعتي. وهقول لك المقادير بتاعت الحلاوه بتاعتي مقادير زي بعضها. عندي شوبين طحينه، وشوبين دقيق، وشوبين لبن بودره، والشوبين برضو بنفس العيار سكر بودره مطحون. هخلط المقادير دي على بعضها. وعندي البكوين الفانيليا اللي قلت لك عليهم، انا حاطه 4 بواكي فانيليا عشان يديني طعم حلو للحلاوه. هفضيهم على اللبن البودره او على السكر، على اي حاجه اخلطهم معاها. نقول بسم الله وافتح الفانيليا بتاعتي وافضيها. الفانيليا بتدي ريحه جميله للحلاوه الطحينيه. هي مقاديرها كلها زي بعضها زي ما قلت لك.
لو عايزه تعملي نص المقدار هتعملي كوبايه طحينه، كوبايه دقيق، كوبايه لبن بودره، كوبايه سكر، وعليهم باكوين فانيليا، الباكو اللي انت شايفاه ده، او فانيليا سايله لو عندك فانيليا سايله، او فانيليا من اللي هي متعبيه في علب دي، تاخدي منها يعني مقدار صغير. دلوقتي هقلب الفانيليا بسم الله في اللبن البودره. ممكن اقلبها في الدقيق او اقلبها في السكر عادي يعني. هبتدي اخلط المقادير بتاعتي في الكبه بتاعتي واقلبها بايدي عادي. اقول بسم الله. انا فضيت دلوقتي كوبايه من الدقيق، هخلي الكوبايه التانية عشان لو ما احتجتش الدقيق كله يفضل من الدقيق. وهفضي اللبن البودره بالفانيليا بسم الله، وهفضي السكر البودره بسم الله، كوبايتين السكر البودره بتوعي، وهقلب. مش محتاج ان انت تشغلي عليه بقى كبه ولا حاجه، تقليب بس كده. اخلط الدقيق مع اللبن مع السكر، وبعد كده انزل عليه الطحينه، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وافضي الطحينه بتاعتي واقلب. افضي الطحينه واقلب. افضيها كلها كده بالمعلقه عشان هي بتبقى قوامها تقيل. افضي الكوبايه التانية بسم الله الرحمن الرحيم. طحينه جميله جدا. شوفي النهارده كيلو الطحينه بتجيبيه من بره بكام؟ ما تعمليها في البيت اوفر ليكي، اوفر وجميله. الحلاوه الطحينيه برضو لما بتعمليها في البيت افضل من انك تشتريها من بره. حاجه طازه عاملاها بايدك واولادك هيحبوها. بسم الله. هشوف القوام بتاعها، لو احتاجت كوبايه الدقيق التانية هتحتاج كوبايه الدقيق التانية ان شاء الله، يبقى المقدار كله بتاعي مظبوط ان شاء الله بعون الله. اقول بسم الله وافضي كوبايه الدقيق التانية كده. هقلبها واجيب شويه سوداني من السوداني اللي انا شايلاه، احطهم في قلب الحلاوه بتاعتي، واخلي شويه علشان ابقى احطهم على وش الحلاوه. بسم الله. شويه كده في قلبها وشويه هحطهم على وشها ان شاء الله، واقلب بقى كويس. ممكن تقلبيها بايدك، يعني تسيبي بقى المعلقه وتقلبي كله بايدك. وده قوام الحلاوه بتاعتي بعد ما خلصتها. زي ما انت شايفه كده ما بتبقاش طريه قوي، يعني مفروله اهي. لو احتجتي شويه طحينه زودي لها شويه طحينه. انا اضطريت احتاجت طحينه عشان الكميه بتاعتي كبيره، فاحتجت خدت شوب طحينه تاني عشان يظبطها لي بالطريقه دي. هفضيها في العلبه وهوريها لك. وده يا حبايبي الثلاث حاجات اللي انا قلت لكم عليهم هطلعها من كيلو السمسم. طلعت لي كميه الحلاوه دي علبه حوالي 2 كيلو اهي. بسم الله ما شاء الله. علبه حلاوه شايله حوالي 2 كيلو. والطبق ده برضو كنت حاطاه في علبه صغيره، وبعدين بيتها في التلاجة. لازم ابيتها في التلاجة ليله على الاقل. بيتها في التلاجة وبعدين هتلاقي الحلاوه لسه طريه شويه، على اساس انها ايه ما طولتش في التلاجة. حطها بالليل. وعملت لي الدقه دي، كميه الدقه دي زي ما انت شايفه كده، وبرطمان الطحينه ده. وبعدين انت ممكن تزودي وتقللي في المقادير بتاعتك براحتك خالص. المقدار اللي انا قلت لك عليه نظميه براحتك. عايزه تزودي انا عامله الحلاوه كتير عشان زوج بيحبها والاولاد بيحبوها، فانا مزوده الحلاوه. وساعات عشان بعمل الدقه اساسا انا عندي على طول، فعامله كميه الدقه دي بس عشان بعمل تاني.
والطحينه ما بكترش منها عشان احنا ما بناكلش الطحينه كتير عشان بتزود الوزن. ودي يا حبايبي بقى الطريقه بتاعتي في الطحينه والدقه والحلاوه الطحينيه. اتمنى ان انتوا تجربوها. اذا عجبتكم يا ريت تقولوا لي في التعليقات بتاعتكم عشان تشجعوا تيتا فايزه تقدر تنزل لكم وصفات جديده. وما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب، واشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.